السلام عليكم، مرحبا بكم معايا على قناه سامي. اليوم جيت نشارك معكم اللاير كيك او التورته ديال الطبقات بمناسبه عيد ميلاد ابني سامي. غادي تعجبكم بزاف بابسط واسهل طريقه للمبتدئات، كيجي راقي وبمذاق رائع بزاف. بغيت نشارك معكم هذه الوصفه لان الكيكه ديالها كطيب غير في المقله، ما كطيبش في الفرن بحال الجينواز العاديه. خليكم معايا باش تعرفوا الوصفه والطريقه. كنحتاجوا في المقادير 4 ديال البيضات بحجم صغير، الا كانوا كبار كديروا غير 3 فقط. وكنحتاجوا كاس الا ربع ديال الزيت. انا غادي نستعمل زيت الزيتون، تقدروا تستعملوا زيت المائده، غير هي زيت الزيتون كتبقى صحيه ومذاقها ما كيجيش باين نهائيا. وكاس الا ربع ديال السكر الخشن او سكر سنيده، وكاس ديال العنبه ديال الحليب يكون مملوء جيدا، 250 غرام ديال الدقيق ما يعادل 2 كيسان ونص ديال العنبه، 2 ساشيات ديال الكاكاو ما يعادل 14 غرام او 2 ديال المعالق كبار، 2 اكياس من خميره الحلويات من فئه 14 غرام، ساشي ديال الفاني وقبصه ديال الملحه. بالنسبه للطريقه غادي نوضعوا البيض وكنضيفوا له قبصه ديال الملحه والفاني والسكر، وكنطربوه بالطراب اليدوي. غير طلعوا البيض شويه حتى يبيض اللون ديالو. الا خليناه اللون ديالو اصفر ما غاديش تجيكم الكيكه خفيفه. كطربوه غير واحد 2 دقائق او 3، ثم كنضيفوا الزيت غير شويه، بشويه وانا كنخلط. ومن بعد غادي نضيفوا الحليب. الا توفر الطراب الكهربائي غادي تستعملوه، الا ما توفرش غادي تطربوه غير بالطراب اليدوي. وغنضيف الدقيق اللي كنكون مغربلاه من قبل، وكنغربلوه المره الثانيه ملي كنبغي نضيفو للكيك باش يكون الخليط خفيف ومهوي. وكنضيف الدقيق بالتدريج، وكنضيف خميره الحلويات والكاكاو والمر، وغادي نغربلهم ونخلطو جيدا حتى يدخل الدقيق مع المكونات مزيان. صافي كيولي عندنا بهذا الشكل هذا. الخليط كيكون ما خفيفش بزاف وماشي ثقيل، كيكون بهذا القوام كيف كتلاحظوا معايا. انا جبت 3 ديال الزلافات وغادي نقسم عليهم الخليط، ونحاول نقسموه على حصص تكون متساويه. درتهم في 3 ديال الزليفات، اي غادي نحصل على 3 ديال الدوائر ديال الكيك. مباشره غادي نديروهم فوق النار. كناخذ مقلاة تكون غير لاصقه وكندهنها بشويه ديال الزيت، وكنوضع تحت منها هاد الحديده ديال الطياب باش كتوزع عليها الحراره. الا ما توفراتش ماشي مشكل، غير العافيه تكون مهيله. من بعد ما دهنتها مزيان كنكب فيها الزلافه الاولى ديال الخليط وكنديرها على عافيه مهيله، وكنغطيوها ونخليوها واحد 5 دقائق حتى كطيب مزيان. وكنحيدوا ليها الغطاء وكنقيسوها بيدينا، الا كانت ناشفه يعني راها طابت، الا كانت باقيه كنخليوها تزيد شويه. وهذا الغطاء ضروري كنمسحوه من الماء او البخار اللي كيطلع باش ما يفسدكش لينا لا جينواز. مره غادي تمسحوا الغطاء. من بعد ما دازت 5 دقائق غادي نحركوه بسباتول من التحت، وكنقلبوها في شي طبسيل او في شي غطاء ديال شي طنجره. انا هنايا قلبتها في هذه الصينيه، وكنولي نرجعها للمقلاة على الجهه الثانيه ونخليها واحد دقيقه او اقل. غير كتشمع صافي كنحيدوها. وليت درت زلافه اخرى ديال الخليط وغطيتها وخليتها حتى طابت واحد 5 دقائق. وليت قلبتها ودرتها في المقلاة على الجهه الاخرى. والكميه ديال الخليط اللي تبقات كنطيبها بنفس الطريقه، وصافي كنخليهم حتى ياخذوا درجه عاديه ديال المطبخ، وكندخلوهم للثلاجه واحد 20 دقيقه حتى يبردوا. او تقدروا تحتفظوا بهم في المجمد، الوقت اللي تحتاجوهم تجبدوهم دغيا كيطلقوا راسهم وتستعملوهم. وهذا هو الشكل ديال الكيك. انا خليته حتى برد مزيان، وغادي نبدا نقاد الاطراف بهذا الغطر او شي غطاء ولا اطار، وكتقطعيها وكتقادي الحواف بهذا الشكل هذا. وصافي كنستمر حتى كنقطع الدوائر اللي عندي ديال الكيك. بالنسبه للكريمه كناخذوا البودره ديال الشونتي من فئه 100 غرام، ولا موس ديال الفانيليا من فئه 105 غرام. الا ما كانش لاموس متوفر تقدروا ديروا 2 العلب ديال البودره ديال الشونتي، او تعوضوه ب 300 ملل من الكريمه السائله. وعندي 2 كؤوس ديال الحليب ما يعادل 300 ملل. كنضيف لهم الحليب ضروري يكون بارد. بالنسبه للشونتي ولا موس كديروهم في الثلاجه واحد 6 أو 7 ديال الساعات، او الا كنتم مزروبين بهم كديروهم في الكونجيلاتور واحد 2 ساعات او 1.5 ساعه حتى يوليو باردين مزيان. وكنطربوه مع الحليب واحد 5 دقائق. من بعد ما طلعناه كنضيفوا له دانيت ديال الكراميل
باش الكريمه كتزيد تماسك، او تضيفوا له واحد يوغورت ديال الفاني. وكنطرب الكريمه مع دانيت حتى يندمجوا مزيان. وليت ضفت ليهم واحد الحبه ديال الموز او بنانه، معزتها مزيان بمعلقه وضفتها ليه، لانني بغيتو يجيني عاقد اكثر، وملي نبغي نغلف به الكيك ما يسيحش. طربتهم مزيان من الباطور. لاحظوا معايا الكريمه كيف ولا القوام ديالها ولا متماسك مزيان. وكناخذ بوشادوي اولا جيب الحلواني وكنعمرو بالكريمه. دابا غادي نبدا نمونطي. كناخذ الدائره الاولى ديال الكيك وكنسقيها بالسيرون اللي درت فيه كاس ديال الماء مع نص كاس ديال سكر سنيده مع معلقه صغيره ديال فانيليا سائله، وخليتهم تغلاو على النار 5 دقائق. كيف كتلاحظوا معايا اللون ديالو بني لانني استعملت السكر الاسمر، كنفضلو على السكر الابيض لانه كيجي ناقص حلاوه. وكنسقيها مزيان وغادي نعمرها بالكريمه ونسرحها مزيان على الوجه. وكنرشها باللوز والقرقاع او الجوز بعد ما حمرتهم شويه في الفران. كنضيفوهم كيعطيو القرمشه من الداخل، ولا ما كانوش متوفرين بلا ما تضيفوهم. وكنولي نضيف رقائق الشوفان والكونفلاكس. وكنولي نسقي الطبقه الثانيه، كنسقيوها مزيان باش ما تجيش ناشفه. وكنزلها على الطبقه الاولى، وكندير ليها الكريمه واللوز والقرقاع ورقائق الشوفان والكونفلاكس، وكنزيدوا لها اي حاجه بغيناها تعطيها القرمشه من الداخل كنضيفوها. ثم الطبقه الثالثه ثم الرابعه كنديروا لهم نفس الحاجه، كيدهنوا بالسيروم ثم الكريمه وكنضيفوا المكسرات. نسيت نقول لكم انني وليت ضفت 2 ديال الطبقات ديال الكيك، اي غنحصلوا على 5 ديال الطبقات. من بعد كنزيد الطبقه الاخيره ديال الكيك. من بعد ما سقيتها حتى هي كنوضع الكريمه من الفوق ومن الجوانب. كندهن الكيك بكميه كبيره ديال الكريمه، وعاد من بعد كنزل الزوائد. من بعد كنزول الزوائد وانا كنقاد. ملي كنقادو الكيك ديالنا مزيان كندخلو المجمد واحد نصف ساعه ونخليها تبرد. ثم كناخذ لاموس بنكهه الشوكولاته، طلعتها مع كاس ديال الحليب يكون بارد بالباطور. طلعتها حتى تضاعف الحجم ديالها، وغادي نقسم منها واحد الكميه نخليها للتزيين، والكميه الاخرى غادي نغلف بها الكيك من بعد ما نضيف لها الكاناش. بالنسبه للكاناش عندي 180 غرام ديال الشوكولاته، خليط ما بين الشوكولاته السوداء نوعيه جيده والشوكولاته العاديه بالحليب. ذوبتهم في حمام ماري وكنضيفوهم للكريمه وكنخلطوهم مزيان وندخلوهم للمجمد. بواحد نصف ساعه حتى يشد راسو ويتماسك ونخرجوه. الكريمه من بعد ما خرجتها من المجمد كندهن بها الكيك ديالي. من بعد ما برد مزيان في الكونجيلاتور كنغطيها بالشوكولاته من الجوانب ومن الوجه ديالها، كتغطى بالكامل. ونسرحها مزيان بسباتول وكنزول الزوائد وانا كنقاد بلا كوباط او الملاسه، او كتقادوها غير بمسطره. وملي كنقادو الكيك ديالنا مزيان كندخلو مره اخرى للمجمد من 20 حتى ل 30 دقيقه، وغادي نوليو نتلاقاو باش نزينوها. من بعد ما بردات غادي نديروا لها الكاناش. درت 100 ملل ديال الحليب ما يعادل نص كاس ديال العنبه مع 100 غرام ديال الشوكولاته. سخنت الحليب وكبيته على الشوكولاته وبقيت كنحرك حتى داب مزيان، وكنخليه حتى يدفى شويه ما يبقاش سخون بزاف. ودابا غادي ندير ليها الكاناش على شكل خطوط باش كيجيو بحال الدميعات. والكاناش اللي كيتبقى كنكبوه في الوسط وكنولي نسرحو بملعقه. بالنسبه للتزيين خديت هاد الاشكال هادو، عندي هاد لي سيغار وهذا ديال الامادا شكلو بحال كيندر بوينو وغالاكسي وميلكا ديال اوريو وبزاف ديال الاشكال غادي نحتاجهم في التزيين. غادي نزين بالكريمه اللي كنت احتفظت بها من قبل. غادي ندير وريضات بهذا الشكل هذا، غادي نزينها بهاد الاشكال اللي عندي.
وهذا هو الشكل النهائي ديال لاير كيك ديالنا او كيكه الطبقات. كتجي على هذا الشكل هذا من بعد ما زينتها، كيجي راقي في الشكل ديالو، حتى في المذاق ديالو كيجي لذيذ بزاف وهائل. كنتمنى تجربوه. الا عجبكم هذا الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد ديالي، وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وخليو لي التعليقات. وشكرا على المشاهده ومع السلامه.